مرحبا يا متابعينا الأعزاء. اليوم موضوعنا عن الجنس. متى تشتهي المرأة الرجل؟ أثناء فترة التبويض. تعد فترة التبويض من أبرز الأوقات التي يحدث فيها زيادة الرغبة عند النساء نتيجة ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون لدى المرأة. وتكون فترة التبويض بعد انتهاء الدورة الشهرية بحوالي أسبوع، وقد تلاحظ المرأة نزول بعض الإفرازات البسيطة خلال هذه الفترة كعلامة مميزة لفترة التبويض، ولكنها لا تعد شرطا لحدوثه. ما الذي يرضي المرأة في الفراش؟ تغزل بها بشكل جنوني في الفراش بكل جزء من جسدها وملامحها وشفتيها. تحتاج المرأة أن تفعل ذلك لأنها تحب أن تشعر بأنها مغرية بالنسبة لك، فهذا سيثيرها بشكل أكبر وتتجاوب معك بشكل غير عادي في الفراش. أعلم أن الموضوع شديد الحساسية، ولكن هذه المسألة تعنى بها المرأة كثيرا وتثيرها بشكل كبير. متى يتم إشباع المرأة؟ وهنا نشير إلى أن السيدة تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد للوصول إلى مرحلة الإشباع الجنسي على عكس الرجل تماما، حيث نشير إلى أنه وبعيدا عن الاتصال الجنسي فإن الزوجة تعنى كثيرا بالمداعبات وتبادل القبلات والاهتمام الزائد من ناحية شريكها. كم مرة يمارس الزوج زوجته في الأسبوع؟ إلا أنه ينصح الأزواج بالجماع مرة واحدة أسبوعيا على الأقل لمدة تدوم بين 7 إلى 13 دقيقة، حيث أن عدم القيام بالجماع بفترات منتظمة ومتقاربة من شأنه أن يسبب الكثير من المشكلات بين الزوجين. والجدير بالذكر أن الزواج يعد خاليا من الجماع في حال تمت العملية أقل من 10 أيام في السنة. ماذا يحدث إذا جامعت المرأة أكثر من رجل؟ على الرغم من ارتباط ممارسة الجنس بالعديد من الفوائد، إلا أنه يوجد العديد من مخاطر ممارسة المرأة للجنس مع رجلين مختلفين، ومن أبرز هذه المخاطر ما يلي: زيادة خطر الإصابة بأحد الأمراض المنقولة جنسيا مثل السيلان وغيرها، زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد نتيجة التهاب الكبد B والتهاب الكبد الوبائي C. ما هي إعراض الشهوة عند المرأة؟ انتفاخ الثديين، ارتفاع معدل التنفس، زيادة معدل ضربات القلب، انتفاخ البظر والشفتين الداخليتين للمهبل، تصلب الحلمتين فيما يعرف بالانتصاب. لماذا يلمس الرجل قدم المرأة؟ تعني استثارة الرغبة والشهوة الجنسية عن طريق القدم، عادة قدم الأنثى، وتقديم هذا العضو وتفضيله عن باقي المناطق المثيرة وحتى استبعادها كليا. أول من استخدم هذا المصطلح هو فرويد، وهي أكثر أشكال الانجذاب شيوعا بعضو غير جنسي في أجزاء الجسم البشري. لماذا تحتاج المرأة للجماع؟ بالنسبة لسؤالك حول حاجة المرأة للجنس، فإن المرأة مثل الرجل من تحتاج إلى الجماع لتفريغ الشهوة الجنسية، فهي حاجة فطرية لدى الرجال والنساء، ولكن قد يكون للتقلبات الهرمونية لدى المرأة دورا في بعض التغيرات في الرغبة الجنسية، مثل خلال الحمل والدورة الشهرية والتبويض. كيف أعرف إذا أنا نزل؟ وهنا أود الإشارة إلى أن شعور المرأة أثناء قذف زوجها داخل المهبل قد يكون ناجما عن النبض أو الارتجاف الذي يحدث في القضيب أثناء القذف، وفي حالات أخرى قد تشعر المرأة بتدفق المني داخل المهبل، ولكن ليس من الضروري الشعور بتدفق المني أو رجفة القذف في كل مرة أو من قبل جميع النساء، فقد لا تشعر بعض النساء بذلك ويتأثر مقدار الشعور. تعد الشفاه الممتلئة عند الرجل من أهم السمات التي تبحث عنها المرأة في الرجل، خاصة إذا ما كان هذا الرجل يصرح بكلام منمق وجميل وكان ذا خلق لطيف. في المقابل، يعد الرجل الذي يمتلك شفاها مكتنزة وسليط اللسان رجلا غير مبال. تعتبر عظام الخدين العالية من بين أكثر علامات الجمال التي تحبها النساء في الرجل. هل يجوز لعق أقدام الزوجة؟
فلم نجد كلاما لأهل العلم بخصوص حكم تقبيل الزوج قدم زوجته أو تقبيلها قدمه، والظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك إن كان على سبيل الإكرام والاحترام، وكذلك الحال فيما إن كان لأجل الاستمتاع، فلكل من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء ممن لم يمنع منه الشرع. لماذا تمشي المرأة خلف الرجل؟ أما الجيل الحالي من الفتيات سببه عدم ممارسة الرياضة الحديثة في المدارس والنوادي وحرمان النساء من المشاركات الرياضية سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، والخوف من الخروج للممارسة رياضة المشي الطبيعية وغطاء الوجه المعيق للحركة، هذا على أساس أن الرجل عنده لياقه مثلا. ماذا يحدث عند عدم تفريغ الشهوة؟ لا يوجد هناك أي أضرار تذكر لعدم القذف لفترة زمنية طويلة، لكن من المهم أن تعرف أن جودة الحيوانات المنوية والسائل المنوي تتأثر بالفترة الزمنية بين مرات القذف، هذا يعني أن السائل المنوي يحتاج بعض الوقت حتى يتكون بجودة مرتفعة بعد أن يتم القذف. ما هي المناطق الحساسة في جسم المرأة؟ في الواقع تشير بعض الأبحاث إلى أن المهبل والبظر وعنق الرحم كلها تستجيب بشكل منفصل ومميز للمثيرات الجنسية. تستجيب الأعصاب في عنق الرحم بشكل كبير إلى التحفيز بالضغط، ولكن اللمس الخفيف أظهر استجابة أيضا. ما هو الوقت المناسب للجماع؟ يفضل حدوث الجماع في فترة الإباضة التي تحدث في الفترة من 9 إلى 16 يوم من بداية الدورة، وتكون أكثر الأيام خصوبة هي 12، 13، 14 إذا كانت الدورة منتظمة كل 28 إلى 30 يوم، أما قبل وبعد هذه الفترة تكون نسبة الخصوبة قليلة وبالتالي احتمال حدوث الحمل يكون أقل. كم مرة تستطيع المرأة ممارسة في اليوم؟ تختلف رغبة النساء المتزوجات في ممارسة العلاقة الجنسية وكم مرة تستطيع المرأة أن تجامع في اليوم زوجها، ولهذا أخذ الأطباء بالقيام ببعض الدراسات حول هذا الموضوع فتوصلوا بأن المرأة تستطيع مضاجعة زوجها 3 مرات في الأسبوع، لكن بعض النساء لديهن رغبة جنسية قوية تمكنهن من ممارسة الجنس أكثر من مرة في اليوم، ويعود ذلك إلى التفاهم. أتمنى تستفيدون من هذول المعلومات. شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم.